السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وأنتم طيبين، عاملين إيه؟ وحشتوني. النهارده بقى مع بعض هنعمل إيه؟ البيتيفور. تعالوا نشوف بقى البيتيفور سهل جدًا وبسيط والمكونات سهلة. هنبقى عايزين المكونات هاقولها لكم أهو. أول حاجة مقادير الكيلو، كيلو من الدقيق، 750 جرام من الزبدة أو السمنة، معاكِ كمان هتحطي 350 جرام من السكر البودرة أو كوبايتين سكر بودرة، تمام؟ وهنحط 5 بيضات، هنحط 3 لو أنتِ عايزاه دايب بقى خالص هتحطي 4 صفار بيض، لو عايزاه نُص نُص هنحط 3 صفار بيض وهنحط بيضتين كاملين، تمام؟ أنا عملت كده. طيب وحطيت كيلو طبعًا من الدقيق عملنا إيه، ضربنا السكر الأول مع الزبدة، دي أول حاجة عملناها، السكر مع الزبدة لغاية لمّا يبقى اللون كريمي ننزل ببيضة، بيضة. يعني عملنا ال3 صفار بيض بقيت أنزّل واحدة، واحدة لغاية لمّا تروح خالص وتقدر تندمج مع الزبدة والسكر ننزّل التانية، تمام، تمام. بعد كده عملنا إيه، بعد ما خلّصنا وخلّينا البيض كلّه ضربناه مع بعضه طبعًا مع الفانيليا، باحط 3 معالق من الكاستر بيخلّي اللون بتاع البيتيفور في حتّة تانية خالص. 3 بنحط 3 معالق من الكاستر مع الكيلو دقيق ونقلّبهم مع رشة ملح ونقلّب حلو أوي وننزّل الدقيق في العجان بتاعنا أو في إيدينا على إيدينا عادي ونعمل زي ما أنتم شايفين، الأشكال اللي أنتم عايزينها بتحبوها. هاوريكم برضه القمع اليدوي غير ده، غير المكنة، يعني ده سريع جدًا وسهل وبسيط. بُصّوا شايفين البيتيفورية جميلة إزاي ولا فرشت ولا حاجة، ليه؟ لإن المقادير مضبوطة بالضبط. هنا بعد ما خلّصت الكمية كلّها الفانيليا، عملت كمية الشوكولاتة، حطيت 3 معالق أو معلقتين كبار من الكاكاو الخام، بتحطيهم مع بعض وتعجنيهم معاها، يعني ولا بنشيل دقيق ولا بنشيل حاجة، أهُم زي ما أنتم شايفين. وهنعمل برضه هاحط واحدة في النُص كده علشان تبقى طبعًا لمّا تيجي ندخّلها الفرن تبقى باينة باينة بتاع بُصّوا المنظر جميلة إزاي يا جماعة، تبقى ظاهرة معانا وباينة السِوَى بتاعها. ده كده أنا خلّصت الشوكولاتة وبتطلع شكلها جميل أوي، أوي، أوي لمّا بتكون شوكولاتة مع بيضة كده بتبقى شكلها حلو، تمام؟ أنا كده خلّصت، المقادير سهلة وبسيطة وأنا هاحطها لكم طبعًا في صندوق الوصف، وقولوا لي رأيكم وتعليقاتكم، وما تنسوش اللايك لأختكم ياسمين، وباقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، ويعود عليكم يا رب الأيام كلها بالخير والأمة الإسلامية كلها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع أحلى ناس في الدنيا.